بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في قلعة من قلاع الرياضة المصرية، كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. ذلك الكيان الذي لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل كان وما زال مصنع الرجال ومنارة الفكر والعطاء. نلتقي اليوم لنستعيد معا صفحات خالدة من تاريخ الوطن في ندوة وطنية عن ذكرى أكتوبر المجيد، تلك الذكرى التي ستظل رمزاً خالداً في وجدان الأمة وشاهداً على عظمة جيش لا يعرف المستحيل، وشعب إذا أراد الحياة صنع النصر بإيمانه وإرادته. ويطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن أوجه تحية إعزاز وتقدير إلى الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي، القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. ذلك القائد الملهم الذي يحمل فكراً متجدداً ورؤية علمية ثاقبة يضع الطالب في مقدمة اهتمامه، ويؤمن بأن دعم الشباب هو الاستثمار الأمثل في بناء الوطن. فكل التحية والتقدير لسعادته. والترحيب للقامة العلمية الرائعة الأستاذ الدكتور محمد زايد، أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية ومدير معمل علوم الرياضة بكلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. كما يسعدنا أن نرحب بضيف عزيز على قلوبنا، سعادة اللواء جمال الدين محمد رشاد، أحد القامات الوطنية المرموقة ورمزاً للعطاء والانضباط. تخرج من الكلية الحربية عام 1987 وشغل العديد من المناصب القيادية داخل القوات المسلحة حتى تولى رئاسة تسليح القوات الجوية المصرية. نال أوسمة وأنواطاً تقديراً لعطائه المشرف، ثم تولى رئاسة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حيث قدم نموذجاً فريداً للإدارة الواعية والعمل الوطني، وكان أول من أطلق مبادرة تجهيز الشواطئ لذوي القدرات والهمم في رسالة إنسانية راقية تجسد جوهر الوطنية المصرية. حضور سيادته اليوم هو شرف كبير لكلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية، فلنرحب بسيادة